يا إلهي، صباح الخير، كيفكن؟ رح نعمل فطور خفيف وطيب مثل مو شايفين. بعتقد ما في حدا في الكرة الأرضية ما بيعرف هاي الطريقة. نحن طبعا رح نعملها على الكباسة، يعني على السخانة رح نحطها. هي أول توست معنا. التوست الثاني هو توست الكريمة. يا الله، مش هالشكل شي بيموت من الجوع. يعني اللي بيكون شبعان بيشبع بعد ما يشوف، اللي بيكون شبعان بيجوع بعد ما يشوف هذا الشكل الرهيب. ما بتتوقعوا هاي الكريمة قديش طيبة، عن جد كتير 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 لذيذة. هي بيحطوها على السميت، بيقولوا لهم بتركيا السميت، ولكن كتير لذيذة وطيبة. طبعا خلصنا هون الكريمة؟ لا، ما خلصنا. ليش؟ لأنه في إضافة رح أحطها، رح تعطي طعمة رهيبة. وهي هي إضافتنا. حبة البركة، اعذروني أنا عايفة بكيسة مشان ما تسترطب أو ياخدها الهواء. بهي الطريقة اعملوا الجبنة الكريمية، بتطلع رهيبة. هاي التوست الثاني صار جاهز. وهلأ مع التوست الثالث. التوست الثالث شو هو؟ التوست الثالث شغلة شفتها بكوريا، يعني بصراحة عجبتني شوي. رح نعملها مع بعض. ما بعرف، هي أول مرة صدقا بعملها يعني على الفيديو مثل مو شايفين. هي لازم تكون هاي أصغر شوي، بس ما في مشكلة. نحن المهم إنه نطالع الشكل اللي أنا شفته نفسه تماما. يعني ها بلشت تنجح شوي. تمام. شو بيعملوا شو الطريقة؟ جبنة كريمية أو لبنة. اتوقع جبنة كريمية، لأنه هن ما بعرف إيش وضعهم مع اللبنة. المهم جبنة كريمية أو لبنة اللي بتحبوه، هذا اختياري طبعا. تدهنوا هيك هذا الشكل، شايفين؟ مثل هذا الشكل. وشو بتضيفوا يا حبايب القلب؟ بتضيفوا خيارة. هيك خيارة، بس خيارة، قطعة من الخيار. تحبوا تحطوا تنتين، انتوا حرين. بعدين بترجعوا بتعملوا هيك. بعدين بتجيبوا خيارة رقيقة جدا، تعملوا لها هيك هذا الشكل. طبعا الحلقة لازم تكون أصغر من هيك مشان يبين الشكل من برا إنه أجمل وأحلى. تمام. تعملوا له بهذا الشكل. شايفين يا غوالي؟ وهي عنا ثالث شي خلصنا منه. هلا رح نأمر التوست ونرجع لكم. تعالوا شوفوا لي على هالشوفة. يا إلهي، شايفين؟ في ناس بتدهنها بالبيض بعدين بتحطها على الكباسة. لا، أنا مباشر على الكباسة. وهلا رح نبدأ فطور. والله كتير مشتهي يكون معي. الشاي إذا ما كان مختمر خمير أنا ما بشربه. يعني إذا كان الشاي خفيف أنا ما بشربه. في ناس تحب الشاي خفيف، أنا بحبه تقيل. كل ما كان تقيل كل ما كان أطيب.
تفضلوا حبايبي إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفاعلكم بتعليق لطيف مثلكم، والسلام.